ربنا يرحمهم يا ابراهيم طبعا. بس في مواقف يا ابراهيم ما تبقاش ملهاش علاقه بلون التيشيرت اللي انت لابسه. دي ليها علاقه بعائله كره القدم المصريه. فلما بيحصل حاجه زي دي اول واحد هنبقى واقفين. ولو على العكس الناس في النادي الاهلي هتبقى اول ناس واقفه معانا. ودي حلاوه الكوره يا ابراهيم. صحيح. لما بتقع في مشكله اول حد بيجي لك منافسك. واقف جنبك. احتاجته دلوقتي بكره هحتاجه، هو هيقف جنبي. وربنا يرحمهم يعني ابراهيم. وبخصوص ذكرى ناس الزمالك، احنا جم الشهداء احنا عمرنا ما ننساهم يا ابراهيم، على طول فاكرينهم. انا كنت قاعد مع استاذ خالد رفعت قبل كده من كام سنه يا ابراهيم، في تيشيرت واحد في نادي الزمالك اتمنيت ان انا البسه. تيشيرت واحد في نادي الزمالك؟ التيشيرت ده احنا ما لعبناش بيه خالص. ما لعبتوش بيه خالص؟ ما لعبناش بيه. التيشيرت ده يا ابراهيم انت شايف حاجه من عندك اهي؟ اسماء عليه اسماء. الاسماء. بص يا ابراهيم ده خليك ده كان عندنا مشاكل في ده عليه كل اسماء الشهداء كلهم. كل اسماء الشهداء موجودين. والماركه بتاعته يا ابراهيم 20. ده الله عملناه انا والاستاذ خالد رفعت. كان عندنا مشاكل اللي احنا كل مره بنلعب ماركه مختلفه، فقلنا نلعب ماركه 20 تبقى رقم 20 بتاعت نادي الزمالك. وعليها اسمائهم. ما لعبتوش بيها خالص دي يا شيخ؟ ما لعبناش بيهم خالص. ورحنا وقلنا للناس احنا نفسنا نلعب بيها، وفي ناس ما وافقتش عشان عايزين نلعبوا بحاجات تانية او حاجات حصلت امور تجاريه. فانا قلت لهم دي كانت اكتر تيشيرت هتتباع على الزمالك.